هقول لكم عالجت بشرتي ازاي وايه اللي وصلها اصلا الالتهاب ده وايه اللي حصل لي، ويلا بينا. قبل اي حاجه بس اقسم بالله انا واخده شاور وطالعه، ولا عامله شعري ولا حاطه ميك اب ولا موسترايزر ولا عامله اي حاجه ولا فلتر ولا بهبلي طالعه لكم. وللمصداقيه اهو في لسه شويه اثار اهو للمصداقيه. طبعا الاثار دي يعني مش هتروح بين يوم وليله، هتاخد شويه وقت، بس خليني اقول لكم اصلا اللي حصل. حسيت الموضوع هيطول فقلت اقعد شويه. اعذروا جيوبي الانفيه يا جماعه، خلاص ما بقيناش اغراب. انا مخنفه وهتكملوا الفيديو عادي وهتدعوا لي ان ربنا يشفيني. قبل ما اي حد يقول لي ويتهمني بالهري، روشته دي يا ناس يا محترمه ولا ورقه بنطلع عليها الفلافل ولا البطاطس، روشته. انا صرفت وكلفت كشف دكتور يا جماعه، ادعوا لي هقول لكم اللي حصل. ندخل في الموضوع بجد. اللي حصل يا جماعه ان انا بعد ما اتجوزت ظهر لي حبوب، وانا يمكن الناس اللي ما بيطلعليش حبوب ابدا. المهم لما رحت للدكاتره قالوا لي ده عشان الجواز تغيير هرمونات ونوع بكتيريا منتشر. المهم يعني ابتديت ان انا كل شويه اعمل حاجات الدكاتره بيقولوا عليها، واعمل وصفات واعمل خلطات، والدنيا تهدى عندي وترجع تاني، تهدى عندي وترجع تاني. المهم ان انا بعد ما تعبت وكنت كمان عملت حادثه يا جماعه، وكان وشي متشلفط مكان الحادثه، فكان بقى عندي اثار بتاعه الحادثه، وكان عندي اثار حبوب، وكان عندي البشره يعني ملتهبه جدا. فقررت ان انا اروح بقى للدكتوره. قالت لي ايه بقى الدكتوره دي؟ اول حاجه ارمي كل انواع الغسولات اللي عندك في الزباله. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حتى لو الغسول غالي ارميه في الزباله؟ قالت لي ايوه ارميه في الزباله، وهتستخدمي لغسيل بشرتك شامبو جونسون بتاع الاطفال. قلت لها غسول يا دكتور شامبو يا دكتور؟ قالت لي شامبو. وفعلا الشامبو ده فرق جدا في ملمس بشرتي، خلاها يا جماعه اقسم بالله ناعمه جدا شبه البيبيهات، بلس ان هو خلاها نضره سيكه. بس هو طبعا ما اثرش في اثار الحبوب ولا اثر في يعني علاج الحبوب، ولكن هو ساعد ان ما يظهرليش حبوب تانية. المهم بعد كده قالت لي تدهني قبل النوم بساعه مرهم الفيوسيكورت، وتغسليه قبل يعني بعد الساعه دي قبل ما تنامي تغسليه، وفي نص اليوم تستخدمي مرهم اللي هو ده برضو ساعه وبعد كده تغسليه. حلو كده؟ حلو. ومن ضمن الحاجات اللي انا كنت بعملها غلط هو ان انا باخد شاور سخن واطلع على طول، دي كانت غلط. لازم تغسلي وشك بميه ساقعه تلج قبل ما تفتحي باب الحمام وتطلعي. لازم تغيري كيس مخداتك كل يوم، لازم تغيري الفوطه اللي بتغسلي بيها بتمسحي بيها وشك، بتنشفي بيها وشك يعني كل مره، او تستخدمي كلينكس. من ضمن الحاجات اللي انا كنت بعملها وبجد فرقت معايا جدا هو برده ماسك الخميره اللي عندي على اليوتيوب. محدش يطلع يقول انت بتفتي علشان تبيعي، ده ما بيتباعش، ده بيتعمل في البيت. ده كان ماسك والله العظيم وصفه من جدتي، وكان تحفه وفرق معايا جدا، كنت بعمله مرتين في الاسبوع. طيب غير بقى كل الحاجات دي يا شيخ، كل انواع الغسول غلط. هقول لك على كلام الدكتوره بس انا ابتديت اعمل نظام تاني. انا بغسل الصبح وشي اول ما بصحى من النوم بميه بملح، بالليل بغسلها بالشامبو جونسون، والغسول بتاعي اللي هو بتاع منتجاتي اللي هو زيت ليمون بزيت